شاكرا للأخ الحبيب الصديق الصدوق الإعلامي الكبير الأستاذ رضا سرور الذي أسرني على نفسه لكي يقدم فقرات هذا العزاء، ولكني ما أتيت إلى هنا لكي أقدم فقرات هذا العزاء، ولكني أتيت لكي أعزي نفسي أولا في بكى عليها الرجال قبل أن تبكي عليها النساء، سائلا للحق جل وعلا في علاه أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مشاركة بواجب العزاء إلى الحج عبد العاطي الحصري باسم أشقاء الراحل الكريم المعلم محمد عبد العاطي الحصري، الأستاذ رمضان عبد العاطي، الأستاذ أنور عبد العاطي الحصري، مشاركة الحج شحتة عبد الغني، الحج ثروة عبد الغني بواجب العزاء. أقدم واجب العزاء للأسرة والعائلة الكريمة، شاكرا إليكم جميعا لكل من أتى ليؤدي واجب العزاء في ليلة التكريم للأم الغالية والمربية الفاضلة، سائلا الحق جل وعلا في علاه ومن فوق 7 سماه أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. باسمك ربي أبدأ وعليك أتوكل وبك أستعين، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب، ومنها نخرجكم تارة أخرى ليوم العرض والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلاة وسلاما على أصل الشجرة النورانية ولمعة القبضة الربانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأعظم الصورة الجسمانية، من النبيون من الدرجة تحت لوائه فهو قائدهم وهو إمامهم، إمام حضرة رب العالمين، وبيده لواء الشفاعة يوم الدين. صلى الإله عليه والملائكة أجمعين. خلق الله الدنيا ولكنه جعل مكة أفضل البلدان، وخلق البيوت ولكنه فضل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلق الأنبياء والرسل ولكنه فضل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الأمم بأكملها ولكنه فضل أمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الأعوام ولكنه فضل عاما ولد فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الشهور ولكنه فضل رمضان، وخلق الأيام ولكنه فضل الجمعة وعرفات، وخلق الليالي ولكنه فضل ليلة القدر، وأنزل الكتب السماوية ولكنه فضل القرآن. صلاة وسلاما على من نزل عليه القرآن هدى وبيان. زاد النور حينما ذكرت محمدا، ذهب الظلام والشرك تبددا. صلى الإله عليك يا علم الهدى، ما طار طائر في السماء وغردا، لأن الكون من نور الحبيب قد تنورا. أهلا بمقدم أحمد روح الورى، بحر بساحله النبيون العلا وقفوا حيارى باهتين بلا مرى. تالله ما في الكائنات خلقا ومثل أحمد ولا بشرا يرى، ثبتت له في الخارقات عجائب، وبكفه الماء الزلال تفجرا. أبو البتول جد الحسنين الأكرمين المصطفى، من شك في جاه الشفيع المشفع فقد كفرا. نرجوك يا جد الحسنين تكرما، ضاق الخناق ووقفنا ببابك وغير بابك لا نرى.
فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك لا طار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون، في كل بقعة من بقاع الأرض يتواصل العطاء ويتجدد اللقاء في مقام التكريم والتأميم للأم الغالية والمربية الفاضلة. عود طيب كريم إلى آيات الله البينات يتلوه علينا وعليكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ صلاح علي متولي، على الهندسة الإذاعية العابرة عبر أسير إذاعة القرآن الكريم إدارة الحج محمد أبو صقر والمقيم بقرية العراقي. فليتفضل قارئنا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم. أن عندكم من أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والنفوس والأبدان، في الأرض أجسادهم وفي السماء أرواحهم، فارحم به يا رب راحلتنا التي نحن في تكريمها الآن. سعدنا وإياكم بهذه القراءة الطيبة العطرة التي تلاها علينا وعلى مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي القدير فضيلة القارئ العلم الشيخ صلاح علي متولي. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. باسم آل سليمان الأعلام أصحاب الواجب والأدب في كل مكان، وجئنا مشاركين والد الراحلة الكريمة الحج عبد العاطي الحصري، وباسم أشقاء الراحلة الكريمة المعلم محمد عبد العاطي الحصري، والأستاذ رمضان عبد العاطي الحصري، والأستاذ أنور عبد العاطي الحصري، ومشاركة لأخوال الراحلة الكريمة الحج شحت عبد الغني، والحج ثروت عبد الغني، والحج يسري عبد الغني، والحج عادل عبد الغني، والحج صالح أبو إبراهيم، وجميع عائلات أبو سليمان بهذا البلد الطيب أهله. كما وزعت على مسامع حضراتكم هندسة صوتية راشد وإنارة الحج محمد أبو سكر وأبنائه الأعلام إدارة المهندس إبراهيم سكر وأخواته الأعلام والمقيم بالعراقي. خدمات الفندقية المتميزة المتر محمد أبو زيدان ومعاونيه والمقيم بالزبينة.